سلام البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. قبل ما نبدأ الفيديو نصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم حبيت نشارك معكم شحال راني نخلص من القناة ديالي هكذا باش نحفز كامل النساء الماكثات في البيت ولا حتى العاملة كامل البنات اللي يقراو باش هكذا يفتحوا قناة يسترزقوا منها. كاين بزاف نساء راهم غير قاعدين في الدار وما عندهمش منين يجيبوا المدخول هكذا، يعني كي تفتحي قناة راح تعاوني روحك تشري واش خاصك، تقدري تشري اللبسة ديالك، تقدري تعاوني ولادك يعني تشري لولادك، وتعاوني ثاني راجلك كي تكون عنده شهرية قليلة هكذا تقدري يعني تعودي دارك ولا تشري حتى ذهب. هذه القناة يعني فيها التعب لكن راح تجني في الأخير. كاين شحال من أخت سقستني على الأرباح بالنسبة لليوتيوب. اليوم راح نجاوبكم كامل على التساؤلات ديالكم باش تاخذوا هكذا فكرة. بالنسبة للأرباح تاع القناة إذا عندك قناة كبيرة أكيد راح تجني منها أرباح يعني مليحة. تقدري توصلي حتى 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين، يعني حسب المشاهدات ديالك. إذا عندك مشاهدات كبيرة أكيد راح تخلصي مليح. إذا عندك مشاهدات قليلة أكيد ما راحش تخلصي في شهر ولا في شهرين، يعني عندك مدة باش تخلصي شغل حتى تجمعيهم كامل دراهمك حتى توصلي 70 أورو باش تقدري تجبدي دراهمك. المهم البنات، باش تطلع القناة لازم تخدمي عليها، ما كاش حاجة تجي بالساهل. صح القناة ديالك راح تخلصي منها بصح راح تتعبي فيها. انا كيفاش طلعت القناة ديالي؟ انا نخدم في جروبات، نخدم تبادل الاشتراكات مع البنات، تبادل المشاهدات، هكذا باش تطلع القناة. ولازم بارطاجيو الفيديوهات ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي كما الفيسبوك الانستغرام الواتساب، يعني اذا عندكم لا فامي الاحباب الاصدقاء هكذا شغل بارطاجيو الفيديو ديالكم وهذيك القناة تبدا تطلع. من القناة ما راحش تطلع من الفيديو الاول، لازم شغل الاستمرار في القناة. كل يوم تحطي فيديو، تحطي زوج فيديوهات، يعني شحال تقدري. اذا تقدري فيديو واحد في النهار حطي فيديو واحد، اذا تقدري زوج فيديوهات حطي زوج فيديوهات. لازم الاستمرار والانتظام في النشر ولا البارتاج الفيديوهات. بالنسبة للقناة ديالي انا كما راكم تشوفوا هنا راني جبت الدراهم ديالي ما شاء الله الله يبارك. كما راكم تشوفوا هنا راني جبت 150 أورو. هذه 150 أورو ما جمعتهمش في شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، هذا يعني الخلاص تاع 9 شهور. الحمد لله على كل حال مبلغ محترم. وحده كي تكون قاعدة في الدار بدون عمل بدون أي مدخول، هذا دراهم يعني هذا 150 أورو راح يجيوها حاجة كبيرة، يعني راح تلقيهم تجمعيهم يعني حتى يكون عندك مبلغ مليح باش تجبدي دراهمك وتشري بيهم حاجة لدارك ولا لروحك. هذا المبلغ كي نصرفه يعني بالدينار الجزائري راح يعطيني 3 ملايين و800، يعني مبلغ ما شاء الله مبلغ محترم. هذا الأورو تقدري تصرفيه في لابونك اللي راكي تتعاملي به معاه. أنا راني نتعامل مع بنك بدر، هو الأفضل يعني في الجزائر. تقدري تجبدي دراهمك بالدينار الجزائري كما تقدري يعني تجبديهم بالأورو، تقدري تصرفيهم داخل، لكن أغلب القنوات راهم يصرفوا برا لأن من برا راح تجيبي مبلغ خير. هذا الفيديو درتو برك باش نحفزكم البنات اللي حابه تفتح قناه في اليوتيوب. دير يعني كاين افكار بزاف، دير حاجه يعني تحبها، حاجه تحب تشاركها، تعرف حاجه يعني ممكن ديري طبخ، ممكن خياطه، كل واحد والهوايه ديالو. تقدري يعني ديري لي فلوغ روتينات ثاني راهم يطلعوا القنوات بروتينات، تطلع القناه كما على بالك. حنا الشعب نحبوا تقرعيج، نحبوا ندو الافكار، نشوفوا هذه واش دارت في دارها،
واش راهي دير. هكذا القنوات راهي تطلع منها، يعني راكي في دارك راكي تبارطاجي زعما طيبتي حاجة راح تبارطاجيها، منها راكي تخلصي وتعاوني روحك تعاوني دارك. كي تفتحي قناة على اليوتيوب هذا يعتبر كمشروع، مشروع ناجح على مدى قصير ولا على مدى بعيد. المهم إذا ما جبتيش منها الأرباح في الشهر الأول في العام الأول راح تجيبي في العام الثاني. يعني كيما تفتحي أي مشروع برا ولا ديري أي مشروع، المهم هذه القناة راح تعود بالفائدة عليك. حبيت برك نحفز كامل البنات اللي ما عندهمش مدخول يديروا قنوات هكذا، وإن شاء الله لها الفايدة على الجميع.